هلا فيكم في بودكاست جابي للعقارات. معكم موسى عبد الله، وضيفة هذه الحلقة الأستاذة ريبيكا، خبيرة في مجال الاستشارة العقاري في دبي. أهلا وسهلا فيك الأخت ريبيكا، وأشكرك نيابة عن شركة جابي كابيتال ريل استيت على تلبية دعوتي لحضورك في الاستوديو الخاص بنا. بداية الأستاذة ريبيكا، ممكن تعرفينا بحضرتك وخبرتك في مجال العقاري؟ أول شي ميرسي على الاستضافة، وإن شاء الله تكون هيدي الحلقة بتفيد كل العالم يلي عم تحضرنا. إن شاء الله. أنا جيت من لبنان من فترة على الإمارات، وبلشت بمجال العقارات. طبعاً كنت أشتغل بهيدا المجال بلبنان، فحبيت شوف السوق العقاري بدبي كيف هو. بلشت شغل بالعقارات as an agent، وبعدين أكيد صرت أشتغل مع مطورين عقاريين. صار عندي خبرة بالمجال العقاري مع دراسة معمقة تتثقف أكتر وفيد المجتمع أكتر. بداياتي كانت مثل كل اللي ببلشوا بالعقارات هون بالإمارات، يعني كنت agent، اشتغلت بالمجال الجاهز، بعدين نقلت على مجال الأوف بلان. هيك نميت حالي وخبراتي بكل المجالات. طبعا أكيد مع دراسة وتمرين. كان في عندي كتير ناس مثل عم بيدربوني على المجال العقاري، شو لازم أعمل، كيف لازم أحكي مع الكلاينت، شو هن الأوفرز اللي لازم أعطيهم. بكل هالسنين يلي تعلمت فيها واشتغلت فيها، عملت هيك بورتفوليو حلو كتير، والحمد لله يعني جهد كبير. يس. ما شاء الله عليك. وكمان ممكن تحدثينا عن العقار بشكل عام، يعني ما هو العقار أو ماذا يعني العقار؟ طبعا هلا العقار مثل ما معروف بكل العالم انه هو مثل ما بيقولوا أأمن محل ممكن الشخص يستثمر المصاري تبعه جنى عمره، مثل ما بنقول. يعني الواحد اذا حابب يحصل على مردود، على ربح حلو وسريع وكتير كبير، افضل شيء انه يستثمر بالعقارات. ان كان تعرف، يعني مثل ما حضرتك بتعرف انه في كذا نوع عقار، وهلا رح يمكن نحكي عنهم. بس الواحد حلو انه يعرف انه العقار هو أأمن وسيلة للاستثمار بالعموم يعني. ومثل ما بنعرف انه العقار كل ما استثمرت فيه ونطرت، يعني بتعرف في ناس بيحبوا يستثمروا ويبيعوا دغري او يرجعوا يعملوا ريفينيو سريع. هو العقار كل ما استثمرت فيه على مدة أطول، كل ما عطاك ربح أكتر. أكيد. وأكيد بالطبع هون بنشوف الزبون هو شو طلبه، هالمستثمر يلي حابب يحط مصرياته شو طلبه، ومنوجهه على هيدا الأساس. على حسب اختياراته. يعني طبعا نعم. عندنا في العقارات ثلاثة أنواع: العقارات إدارية، العقارات تجارية، والسكنية. العقارات التجارية يعني من 2018 من 2019 قل بنسبة كبيرة الطلبات، لأن الطلبات صارت أكثرها أونلاين. والعقارات الإدارية أنه اختيار جيد، لكن ربما لا يكون آمنا في حالات خاصة. أما النوع الثالث يعني العقارات السكنية، هذا مهما حصل لا يتأثر صح. بسهولة. مظبوط. فالطلب يعني يبقى بشكل دائم، زي ما يقولوا حاجة السكن للإنسان حاجة أزلية. يعني قصدي وأساسية أساسية، وقصدي الإنسان يحتاج السكن حتى نهاية العالم. بكل الظروف. يعني الإنسان بحاجة ليكون عنده سكن بكل الظروف. يعني صحيح. حالة حرب بحاجة لسكن، أمان بحاجة لسكن. أكيد. فبالتالي إنه سوق العقار هو سوق بيضله ماشي ومستمر لقدام. يعني قليل تتلاقي إنه سوق العقار وقف. بالزبط. حتى بالأزمات وبالحروبات سوق العقار بعده مكمل. فهيدا الشيء بيردنا على النقطة يلي أنا قلتها بالأول، إنه أأمن وسيلة للاستثمار أو لأنت تأمن على مصرياتك وتعبك. صحيح. هو العقار. مشان هيك الواحد بيتشجع أنه يستثمر، خاصة بمدينة حلوة وكبيرة مثل مدينة دبي والإمارات بشكل عام. بشكل عام. لذا الاستثمار في العقار السكني أفضل يعني. طبعا أكيد أكيد. أوكي تمام. وحضرتك كيف تشوفي سوق العقارات في دبي حاليا؟
هلا اكيد مثل ما بتعرف انه سوق العقارات بدبي من زمان ولهلا عم بيطلع. مع انه في اوقات ناس بتقول انه منخاف ما منخاف، يعني بتعرف نسمع كتير اخبار، بس هو دبي ملجأ صارت لاكبر المستثمرين، اكبر البزنس مان يلي عم بيجوا عم بيحطوا مصاريهم بدبي. بالتالي هول الاشخاص عم بينموا سوق العقاري. ف السوق عم بيكبر، عم بيصير في تنافس كتير قوي، عم بيصير في طلبات، عم بيصير في اوفرز. وهلا مع دبي فيجن 2030 كمان عم بيتوسع السوق العقاري في مناطق ما كانت موجودة، هلا عم تتوسع وعم بيصير فيها مشاريع حلوة. فأنا زي بشوف جنوب اكزاكتلي دبي. مثلا نعم. حتى دبي لاند هلا نعم. كمان موجوده بالفيجن. فهول مناطق عم بيتوسعوا بشكل عمراني كتير مرتب وكتير حلو. وهيدا الشيء بيشجع المستثمرين إن كانوا بالداخل أو بالخارج يجوا يستثمروا بدبي. والحلو كمان بسوق العقاري بدبي إنه عندك تنوع، يعني الشخص اللي معه بادجت صغير بيلاقي، والشخص اللي معه بادجت كتير كبير بيلاقي. عنا كمان اوفرز كتير حلوة عم بتكون موجودة من قبل المطورين العقاريين أو حتى الملاك يلي هن حابين يرجعوا يبيعوا ممتلكاتهم. عم صحيح. بيصير في تسهيلات، عم بيصير في نيغوشيشن حلوة بخصوص الأسعار. حتى الحكومة عم بتساعد العالم على جذب الاستثمارات من صحيح. خلال تفعيل مشاريع حلوة. بيفتحوا حساب ضمان مثلا لكل المطورين لحتى الكلاينتس والزباين يطمنوا انه مصاريهم محتفظة فيهم صحيح. بشكل سليم. سكريو اكاونت يعني. يا نعم. اسكرو اكاونت. يا. هيدا كله بيجذب المستثمر كمان. حتى اذا بدنا نحكي عن مثلا هلا في المكتوم ايربورت اللي كل العالم صحيح. ناطرته. اكبر مطار في العالم. هيدا لحاله بيجذب مستثمرين، وبيصير في تفعيل للسياحة، بيصير في تفعيل للعمل، سوق العمل كمان، الاكسبو سيتي. دبي هي يعني منارة للعالم، صحيح. وبالتالي سوق العقار كل ما هالبلد وهالمدينة كبرت كل ما السوق العقاري كبر. كمان هلا بفيجن 2030 ناطرين كتير عالم، يعني حيزيد عدد سكان دبي، صحيح. حيزيد، فبالتالي الطلب على العقار كمان رح يزيد. اكيد. فاللي عم نعمله هلا انه سوق العقار حيشهد شيء كتير حلو بالسنين القادمة. رح يشهد طلب كتير كبير. ومشان هيك كمان إذا بتعرف إنه بدبي لاند أو دبي ساوث عم بيشغلوا الكونكتيفيتي، إن كان مترو، عم بيكون في طرقات مرتبة، في عندنا مترو بلو وأورنج. نعم. انفراستراكشر عم بتكون كتير كبيرة وكتير حلوة. فأكيد السوق العقاري عم بيطلع، عم بيزيد. أكيد أكيد. ويقولوا أيضا الخبراء إنه أسعار العقارات في دبي العام 2025 2026 سيستمر في الارتفاع. ويواصل سوق العقار في دبي التفوق على مدن عالمية مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ. طيب، كوننا تحدثنا عن العقار بشكل عام والعقار في دبي حاليا، خلينا نفصل ما هو الفرق بين اوف بلان وجاهز. طبعا نحن في العقارات عندنا جاهز واوف بلان يسموه تحت الانشاء، فما الفرق بينهما؟ اكيد في فرق كتير كبير. هلا اهم شيء نعرف، دايما نسال الكلاينت او المستثمر هو شو حابب، اوكي؟ صحيح. وعلى هيدا الاساس نحن بنوجهه على حسب طلباته يعني. صحيح، لأنه حسب هو شو حابب يعمل بمصريات، وحابب ربح سريع، حابب طويل الأمد. بنسأل الكلاينت أكيد شو بده. هلأ الفرق أكيد الردي أو الجاهز هو بتكون عمارة جاهزة أو تاون هاوس أو فيلا جاهزين للسكن، أوكي؟ بيكون كله جاهز، العميل بيروح بيشوف البروبرتي بتعجبه، بيدفع المصاري وخلص بينقل عليها، بيسكن فيها أو بيحطها للأجار للربح السريع، يعني حسب كل شخص هو شو حابب.
وأكيد السعر لهيدا العقار الجاهز حيكون سعر السوق، يعني السعر الموجود أكيد. بالمنطقة يلي هو حابب يستثمر فيها. صحيح. طبعا إذا بدنا نحكي عن المناطق، يعني يمكن نعمل حلقة تانية بنحكي فيها عن المناطق العالم عم بتحب تستثمر فيها، شو فرق السعر وكل هالأمور. تمام. هلا الأوف بلان هو بيكون ريليتد للمطور، بتكون property منا جاهزة بعد، أوكي، ممكن تكون building، ممكن تكون مثلا community plot كتير كبير under construction أو بدها ينعمل على الخرايط. فهون المستثمر هو أكتر شيء موجه الأوف بلان للمستثمرين. صحيح. حابين مثلا يشتروا عقار بسعر أقل من سعر السوق اللي موجود هلأ مع تسهيلات بالدفع. فهون الحلو بدبي أنه عاطي المستثمرين هالفرص، أنه ممكن تختار بين جاهز أو غير جاهز بعد للسكن. وأكيد مثل ما قلت أنه القيد الإنشاء أو أوف بلان هو عقار بيكون السعر تبعه أوطى من سعر الماركت، سو المستثمر عم بيحط مصاري affordable، شيء حلو مرتب ليعمل كتير ربح، capital appreciation عند التسليم، ربح كتير قوي عند التسليم، ممكن يرجع يبيعها بقى. مشروع حلو يعني الأوف بلان، أنا شخصيا بحبه يعني. حتى أنا في العقارات قاعد أنشط، فأحب أوف بلان برضو. زي ما قلتي إذا هو جاهز يعني غالبا يكون السداد كاش، صح. أما إذا كان تحت الإنشاء في مرونة أكثر لطرق يعني للسداد. برضو ما قصروا المطورين، وضعوا أكثر من 5 أنواع لطرق السداد، مما يشجع المشتري على الشراء بسهولة، فهذا شيء جميل جدا. ففي بعض الأسئلة تجي من مستثمرين أو ما الخطوات لازم أتبعها يعني في قبل ما أشتري العقار، فكيف نوضح لهم الأمر هذا؟ أكيد هلأ أهم شيء يكون الكلاينت أو المستثمر عارف شو بده، أوكي. تانياً إنه يتواصل مع وسيط بمجال العقار، يعني مش غلط الواحد كمان يكون عنده وسيط عقاري. صحيح. لأنه الوسيط العقاري دايماً بيعرف بالسوق أكتر من المستثمر، يعني صحيح. بيعرف وين بيجيب الأوفر المزبوط، وين في ديسكاونت، وين في لوكيشن حلوة، عشان مهنته هذه. صح. ما نستخف بالوسيط العقاري، لأنه هو شخص عن جد بيتعب ليجيب أحلى شيء للكلاينت تبعه. كمان يعمل الريسيرش تبعه، أوكي، أهم شيء، وسبيشلي إذا ما كان موجود بقلب البلد. يعني إذا أول مرة بيجي على دبي وما بيعرف، لازم على القليل يكون يعمل ريسيرش حلو صغير، يتواصل مع وسيط مرتب يعرف بمجال العقارات، وكمان يختار المطور العقاري المناسب للفيجن تبعه، أوكي. صح. هلأ بالإمارات الحمد لله أنه في كتير مطورين عقاريين ممكن يعطوا الأوفر المناسب لهيدا الشخص. ها أهم شيء إن جنرال. هلأ إذا هو المستثمر حابب يشتري عقار جاهز، أكيد بيتواصل مع الوسيط العقاري، بيروح بيشوف الابارتمنت، واكيد لازم يسال كتير اسئله مثل المساحه، سيرفيس تشارج، المينتننس، اذا في مينتننس مين بيعمل المينتننس. كل هيدي الاسئله اوقات الكلاينت بينسى يسالها، فهيدي كتير مهمه انه يعمل ريسيرش، يسال الاسئله المضبوطه. الاسعار بهيدي المنطقه كيف، قد ايه لازم ادفع، قد ايه لازم اعمل نيغوشيشن بالسعر، مين كان ساكن قبل بهيدا الابارتمنت، يعني كل هالأسئلة. وطبعا الوسيط العقاري هو من واجباته يجاوب على كل هيدا الأسئلة أكيد بكل أمانة يعني. إيه طبعا. نعم. وكمان الكلاينت يشوف كذا بروبرتي، يعني مش أنا إذا بدي شيء جاهز لتسي بداون تاون انزل شوف اوبشن أو 2، لا، لازم الواحد يشوف يقارن وبعدين ياخد القرار الصح. بخصوص الأوف بلان نفس الشيء مع الوسيط العقاري اللي هو بيكون مع الكلاينت.
بيروحوا على المطور، لازم يشوف الموك اب، لازم يشوف اللاي اوت لانه على الخريطه، يعني لازم ينتبه على كل هيدي التفاصيل. صحيح. قد ايه الاسعار هلا بالماركت، قد ايه انا عم بشتري اقل بقد ايه، يعني كيف عم بتصير الامور، وين لازم اعمل الاستثمار. كمان هيدا الشيء كتير مهم، شو الاسعار اللي لازم اعطيها، شو السيرفيس تشارج. وكمان بالاوف بلان لازم العميل ينتبه كتير منيح لموقع البروبرتي. يعني نحن بنعرف انه بدبي في اوف بلان ممكن يطلع كتاور، كبيلدينج او كتاون هاوسز، فيلاز. لازم يعرف الموقع، كم باركينج فيه، نعم. كم بوديوم فيه، شو هن الامينيتيز هلا بنحكي عنهم كمان. يعني ريسيرش، اهم شيء يعمل ريسيرش، يكون عنده وسيط عقاري وكونسلتنت، يعني مش بس شخص بده يبيع، لا شخص يعطيه النصيحة المضبوطة. يستشيره يعني. ايه، هو استشاري عقاري اكثر ما صحيح. هو وسيط عقاري، يعني صحيح. بيكون معه كل المعلومات. نعم. فبالتالي يوثق فيه، يكون في علاقة طيبة، يكون في شخص عارف البرودكت، ويكون مثقف بالبرودكت، يعني نعم. النولج تبع البرودكت كتير كتير مهمة كاستشاري عقاري. لأن هلأ يعني مثل ما حضرتك بتعرف صار في كتير ايجنتس، كتير وسطاء عقاريين ومستشارين، فلازم على طول المستشار العقاري يكون مثقف، عارف حاله. صحيح. شو لازم يجاوب الكلاينت، شو يعطيه، شو ينصحه حسب كل كلاينت، ظروفه، استثماره، وكل هالأمور. فهو لازم أهم شيء يدرسوا يعني. صح الريسيرش، ويكون في استشاري عقاري مهم عم بيساعد. بعض الزبائن يخافون عن طريق وسيط، الموضوع الكوميشن وما كوميشن، فالكوميشن هو ما حيدفع شيء الزبون، صح؟ هلا اذا هو من كانت ديفلوبرز يا طبعا. اكزاكتلي، هلا اذا نعم. كان ريدي، اذا كان عقار جاهز، لا في كوميشن بدها تندفع اكيد. اكيد. 2%. نعم. اوكي. اذا كان اوف بلان لا، يعني عشان مفروض دايركت من ايه دايركت المطور. من المطور. نعم. وهذا الشيء يعني لازم كمان كل المستثمرين يعرفوا انه اذا بيشتروا عقار اوف بلان ما بيدفعوا كوميشن. اكيد. اوكي. تمام. فخارج دبي، اللي عايش الناس اللي يعيشون خارج دبي ما عندهم صور، بس في دبي في تاون هاوسز والابارتمنتس وكذا، بس ما يعرفون الاشياء اللي فيها الامينيتس، يعني قصدي. فممكن تخبرينا شوي عن الامينيتس؟ مزبوط، لأنه مثلا مش كل العالم تعرف أنه مثلا هون بدبي بيقدموا كتير amenities، كتير وسائل للعالم تكون مرتاحة، تكون مبسوطة. لأن مثل ما بتعرف بالإمارات كتير سريع الوقت بيمرق، والعالم تشتغل كتير، يعني حتى بالويك أنز العالم تشتغل. بالتالي ما بيكون عندها مساحة أو وقت إنه هي تظهر، تنبسط، تتسلى. فهيدا الشيء كتير حلو، إنه كل المطورين العقاريين هون بيقدموا amenities للعالم، منها البول مثلا بكل، حتى بالبيلدينغز أوقات بيكون في كذا بول، وحدة للصغار وحدة للكبار. كبار. كمان مثلا بيعملوا محل للباربيكيو. ممكن يكون في حديقة للألعاب للولاد، هيك للتمشاية. كمان في جيم. أوكي. وأهم شيء في سيكوريتي، أمان كتير بالبلد. ليه؟ لأنه بكل كوميونيتي معمولة أو بكل بيلدينج في عنا سيكوريتي 24/7. كمان الكوميونيتيز بيكونوا جيتد، يعني مسكرين، مش من مكان بقدر يفوت. يعني كلنا بنعرف بس بدنا نروح على كوميونيتي لازم نعطي اسم الشخص اللي بدنا نزوره، رقم التاون هاوس رقم او تاون الفيلا هاوس حتى واسم نقدر ندخل. فهيدا الشيء كتير كتير حلو، بتحس عن جد بأمان. بلس انه بس تفوت على كوميونيتي في محل للعب للولاد، للمشي اذا حابب تتمشى مع اصحابك، سوبر ماركت، اوقات بيكون في محلات يعني. حتى عيادات للمشي وليوغا برضو. صح. في عندنا جيم اوت دور واندور. وكمان في بعض البيلدينغز فيهم كمان سينما، يعني اوت اكيد دور صح. سينما. قد اوت ايه دور هيدا الشيء سينما. حلو نعم. يعني. الحلو انه بتروح على بيتك بدبي بترتاح، أكيد. ما بتعتل هم لا أزمة السير ولا كيف بدي أروح ولا كيف بدي أجي. بتوصل على بيتك يمكن بخلال دقيقة مشي بتروح على السوبر ماركت، بتروح بتجيب أدوية، بتروح بتحضر سينما، أوت دور سينما، بتاخد أولادك يلعبوا بالحديقة. يعني في أمان.
وهيدا عنصر كتير كتير مهم، وهيدا صحيح. كمان عنصر إضافة لجذب المستثمرين، إنه بتحس حالك بأمان بهيدا البلد. طبعا هذا الذكاء من المطورين، كل شيء الناس اللي تحتاجه حواليه حطوا له بسهولة يعني. ايه يعني نعم. المستثمر او الكلاينت يلي الاند يوزر يعني يلي ساكن بالكوميونتي نعم. بيحس حاله انه خلص كله مأمن يعني، وبيخلص كل غراضه هو وبقلب في الكوميونتي، نفس يعني المكان. ما في نعم. لزوم يطلع ويحرك سيارته ويطلع لبرا ويشتري غراض ويفوت. يعني حتى اذا مثلا عندك جاس مثلا جايين نعم. يزوروك، نعم. بتعرف في كتير كان في بالي كوميونيتيز النقطة هذه فذكرتها كويس، إذا في قست كتير عندهم في صح. كتير مثلا حتى في بنسميها جولف كار. نعم. يعني ممكن الجاست يصف سيارته بمحل وجولف كار تاخده من بوينت A لبوينت B بقلب الكوميونتي، يعني لهالدرجة في تسهيلات. فما قصر يعني. في الختام أتمنى لك حياة طيبة. مرة أخرى أشكرك شكرا جزيلا لك، وكمان أشكر لمتابعي. أراكم في الفيديو القادم، في أمان الله.